اهلا بلاعيبه ايميل بي بي موبايل او موبايل ليجند. عاملين ايه يا شباب؟ معكم شادي ليدر تيم دي 7 كي، وده تاني فيديو من سلسله الرانك بتاعتنا اللي بنحاول فيها نطلع باكونت انريتد للميسك، وفي نفس الوقت بحاول اشرح لكم ايه الاستراتيجيات اللي انا بستعملها عشان اطلع في الرانك بسرعه. فمن غير ما اطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا. زي ما شفنا اخر مره في السلسله وصلنا الرانك ماستر اي في نجمه، وحاليا احنا هنغير اللين زي ما قلت لكم عشان عايز كل فيديو نكون بنلعب بلين مختلف. احنا المره اللي فاتت كنا بنلعب لين الام ام او الماركسمان، وكنا بنلعب ب 100 ولعبنا جيم بهانبي. حاليا انا قررت ان انا هلعب بجوليان، ده البيلد اللي انا هلعب بيه حاليا. بس هي الفكره ان انا محتاج اعدل كذا حاجه للبطل جوليان، منها الامبلم بتاعنا. احنا عايزين نرقي ده الامبلم 35 عشان نفتح الايتميه دي، واللي هنستعملها كسكند ايتم لجوليان. تمام، احنا لحد دلوقتي البيلد بتاعنا بنسبه كبيره كويس جدا، معناش امبلم، معناش فرايتي للامبلم، بس البيلد ده هيكون كويس جدا. ومن غير ما اطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدا اور فيرست جيم. بدانا المره دي بالبلو باف، مع ان احنا كان المفروض نبدا بالريد باف اللي ناحيه الفايتر عشان نبقى ليفل 4 ناحيه الماركسمان. بس انا بالنسبه لي الترت الاهم دلوقتي، فانا ببدا جانج على البلو باف عشان في ليفل 4 اكون باخد الريد باف وباف بانج. ماشي، اخدنا البلو باف وتعالوا نجنج على الماركسمان من اولها. اوكي، الفيرست بلاد اتاخدت. تمام 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 تمام. ودي ويس ايتمايت الدمج وجي جي، خدنا كلايه. ماشي، ممكن نبدا بقى ننزل عشان ناخد الريد باف بتاعنا، وعشان في ترتل وفي اتنين بيجنجوا الفايتر تحت. تعال ناخد الكرومبايه، بس خدناها. يلا بينا، تعالوا نجيب الباشا ده بالمره. كان نفسي يبقى معايا الكومبو بتاعي. الفكره ان جوليان هو الهيرو الوحيد اللي بيقدر يفعل كل سكيلاته من ليفل 3. كل سكيلاته بما فيهم الالتيميت بيفتحوا من ليفل 3، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لشخصيه اللي جيم. عايزين ننزل نجانج الناس اللي عند الفايتر عشان تبقى سهله بالنسبه لنا ان احنا ناخد الترتل، ما يبقاش فيه ضغط علينا من اي اتجاه ناحيه الترتل. عايزين ناخد ترتل واحنا بالنا مرتاح. فتعال ناخد البفايه دي. خلاص يا ستي، موتي بقى، موتي بقى. يلا 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 يلا، ادي اوديت اهي، اوديت هيربت. ماشي، تعالوا حد يجي معايا الترتل. طيب لو حد تكرم ويجي معايا الترتل. بس جي اوديت ماتت. في سيلفانا كمان، بس انا مش فارق لي سيلفانا قوي، انا بالنسبه لي الترتل اهم. صنع يعرف يتعامل مع سيلفانا كويس. ناخد الترتل. طبعا الترتل بتدينا جولد كتير في اول الجيم، وبتدينا شيلد، وبتدينا حاجات كتير قوي مفيده في اول الجيم. فلو انت جانجلر فوكس على الترتل. هما في 3 ترتل في الجيم، ما تخليش ولا واحده تمسها، يعني ما تضيعش الترتل من ايدك. الترتل بالنسبه لك منبع جولد وتقدر تفايد بيها التيم. عندنا ضعف حاليا في الميد لين، بحيث ان احنا الميش بتاعنا مش عارف راكن اللين ليه. اهو الحمد لله على السلامه طلع. حاليا احنا بنشتري اول ايتمايه بالنسبه لنا، وهي اهم ايتمايه بالنسبه للبطل جوليان، وهي حاجه تدينا اتاك سبيد وتدينا لايف ستيل برضو عشان نقدر نطول في الفايتات. تعالوا نجيب كاري. اوكي، في بيرليك وصل. ماشي، هو جوليان 1 كومبو. جوليان مشكلته ان عنده 2 او 3 كومبو. يعني الكومبو اللي فعلته انا في الاول ده ما لحقتش افعله الكومبو، يعني ده كومبو للهروب اللي انا استعملته السكند كومبو، اللي هو بضرب سيرد في فيرست في سكند. هوريكم كومبوهات جوليان واحنا بنلعب برضو. يعني حاليا انا عايز ادخل في الاثنين دامج، فبضرب السكند الالت في السكند في الفيرست. كده انا برمي البتاع بتاعتي بتطلع دامج عالي. بس اهي جي جي، برمي الخنجر بتاعي اهو سكند فيرست اهو. زي ما انتم شايفين الخنجر لسه بيلف مكانه، والخنجر ده طول ما هو بيلف هو قاعد بيدمج. تمام، وعندي حاجه تدي ستان، بدي فيرست في سكند في سيرد، دي بتدي ستان. تمام، ده الكومبو التاني للبطل جوليان. وعندنا الكومبو التالت اللي انا بستعمله عشان عاوز اهرب، اللي هو سيرد وفيرست وسكند. هي الفكره ان انت بتريتشارج سكيل واحده بالسكيلتين التانيين. يعني انا عايز اريتشارج الفيرست، فبضرب السكند والسيرد او الالتيميت، وبضرب بعدها الفيرست. عايز اضرب السيرد او الالتيميت، بضرب الفيرست والسكند وبعد كده السيرد. يعني اخر ايتماي هي اللي بتبقى ريتشارجد، هي اللي بتبقى بتزود من قوتها. اهو فيرست وجي جي اوديت. ماشي، اوديت ما ماتش، بس هنخش نجيبه دلوقتي بايه؟ بالسكند. اهي ادي الفيرست وادي الفيرست وادي السكند وجي جي اوديت. اوكي، استنطني تحت التاور. جي جي. لازم اقولها لك كل فيديو، ما تطمعش، الطمع وحش، اسمع مني.
بجد انا لازم اطمع كل فيديو وده اللي يحصل. لازم نفوكس تيرتل. هو حاليا الانمي كلهم ميسنج، يعني انا مش شايف هنا غير بيرليك ده الوحيد اللي ظاهر على الماب، فالانمي كلهم ميسنج، فبنسبه كبيره هم بياخدوا التيرتل. فاحنا عايزين نطلع نجنج على التيرتل قبل ما هم ياخدوها. مفيش حد بياخد تيرتل. نايس. نحاول ناخد تيرتل زي ما بقول لك، في 3 تيرتل ما تضيعش ولا واحده فيهم. اوديت. اوكي ماشي. اوديت وسيلفانا هنا. جي جي. ماشي ماشي. نرجع نهيل، نرجع نهيل عشان الحيوان ده. ناخد البتاع بالريتري وناخدها بالفيرست. وتعالوا بقى نجنج الواد ده. تعالوا تعالوا تعالوا، هنجيبه بالسكند، هنجيبه بالسكند. ولا اهو. هو حرفيا انا جبته بالسكند، بس كان قصدي ان انا السكند ريتشارجد. انا جبته من غير ما اعمل لها ريتشارج. انا جبته بالسكند سكيل العاديه. يلا بينا. انا حاليا جبت اول ايتمايه، وبحاول اجمع في تاني ايتمايه. ممكن بعد تاني ايتمايه استعمل سكاي، يعني انا كده كده انا جايب الفريز والسكاي بس مش حاطهم في البيلد الاساسي. بس بما اننا كده كده متفوقين في الكيلز والجولد، فممكن نجيب سكاي بحيث ان احنا يبقى لينا فرايتي اكتر في ان احنا نجيب كيلز. ايوه ايوه ايوه. بصوا انا دلوقتي عايز اهرب، فهضرب دي في دي وهضرب دي بقى عشان اهرب. زي ما انتم شايفين انا هربت ازاي. اوكي انا كده ما هربتش، انا كده ما هربتش، انا عايز اهرب. هربوني. تعالوا بقى، تعالوا. ده انا كل واحد فيكم حاول يدمجني، ده انا هطلع اجري وراكم دلوقتي. خد، خد يا. ماشي ماشي. تعالى يا سيلفانا بالستان. ده الستان اهو. خدت اللي ورا بالستان. وحاليا انا عايز اضرب عايز اضرب الواد الدمج بس. خدنا الدمج منه. نايس نايس نايس. انا جبت الايتمايه. اوكي ماشي. انا كده فولت اهم ايتمات للبطل جوليان. طبعا اللي مش فاهم بيلد، فانت لازم يبقى عندك ايتمات محدده للهيرو. يعني في ايتمات هتلاقيها في كل البيلدات ما بتتغيرش، وفي ايتمات هتلاقيها بتتغير حسب الجيم. يعني بنسبه كبيره اول 3 ايتمات ما بيتغيروش، فاهم؟ انت بتغير الايتمات اللي بعد كده. بس هي الفكره ان مثلا جوليان اهم حاجه بالنسبه لي هم اول 2 ايتمز انا جبتهم. عشان اول 2 ايتمز انا جبتهم دول بس. جي جي. جبنا اوديت، جبنا اوديت وممكن نجيب التاور. عايش. بس جي جي. جي جي. تريبل كيل، تريبل كيل. ما حدش يهزر مع جوليان يا جماعه. ماشي. ممكن بقى نجيب السكاي دلوقتي بعد الايتمات دي، بس بحيث ان احنا نكون ضمننا اكبر دامج ممكن نطلعه. بس خدنا اللورد. حاولنا نسكيور التلاتة تيرتل بس فوتنا منهم واحده. طبعا التيرتل لما بتوصل لوقت معين بتتحول للورد. زي ما انتم شايفين انا الفيرست بتاعتي كانت مثبته في مكانه، ما كانش قادر يتحرك. بس جي جي. كمان خدنا الدبل كيل، وممكن نلحق التريبل كيل. ممكن نحاول نلحق 100 100 مننا وعلينا برضو في الجيم. خدنا التريبل كيل ونايس جيم. كده كده الجيم ده جي جي خلاص خلص. الجيم ده خلاص بيودع. يلا يلا المينياك. المينياك هو راح فين؟ خد يا، خد يا. ان شاء الله هجيب المينياك. وده الستان. لبسنا سيلفانا الستان وبس كده ممكن ندخل التاور مرتاح. اوديت لو استنينا هتبقى موقف مش لذيذ. بس جي جي اوديت. جي جي اوديت. اوديت طلع بالسكاي من الجيم. انا عايز سيلفانا بس يخلص المنشار بتاعه وندخل عليه بالكومبو الفيرست. جي جي. جي جي ايزي. في بيرلك كمان موجود في الماب. اوكي جي جي كومبو الفيرست. ماشي 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 ماشي. مات اوكي جورد سرق منك كلايه واحنا خدنا الجيم. وجي جي اول جيم كده خلص في وقت كويس، وزدنا كالعادة نجمتين ودي حاجة كويسة. والجيم خلص في 9 دقايق ونص. وطبعا خدنا في السكند جيم جوليان جانجلر. يلا بينا على السكند جيم. وطبعا بنبدأ بالفيرست سكيل عشان هي دي السكيل الأساسية للدمج بتاعنا. وزي ما قلت لكم دايما بنستنى البلو باف في الاول عشان نبقى ليفل 4 عند التيرتل ونقدر ناخدها ايزي. جوليان طبعا من اسهل الجانجلرز اللي انت ممكن تتعلمه وتحترفه بطريقه سهله جدا، بسبب ان هو سكيلاته سهل ان انت تفهمها. انت بس محتاج تحفظ ترتيبهم والموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لك. نايس دبل كيل من الماركس مان بتاعنا في اول الجيم. خدنا ليفل 3. ممكن نطلع نخطف كلاية الجورد.
لو هو معهوش فليكر نلحق نخطف كيلايته. اوكي معاه فليكر وهرب مننا. نرجع تاني نحاول ناخد الريد باف بتاعتنا ونديله الفيرست سكيل وجي جي. البفايه دي راحت. تعالوا بقى نطلع نجانج على الفايتر عشان الفايتر مزعل روبي. مع ان روبي من الشخصيات الفايتر اللي مش سهل ان انت تدمجها، بس واضح ان سيلفانا واخد عليه ادفانتج طول الجيم. فتعالى يا صاحبي نجيب سيلفانا وروبي ما يسرقوش بس مننا. اوكي بيرليك وصل، بيرليك وصل، بيرليك بيحاول يسطننا. بس على مين يا صاحبي؟ بس كده نحاول نطلع على الترتل عشان نحاول نسكيور الترتل. وبنأتاك الترتل وروبي كارتر الف خير وبيساعدنا. وفي معجنه بتحصل في الميد لين. انا عايز اخد اوكي ما كنتش عايز اخد الستان ده عشان الستان ده ممكن يقلب موازين الجيم. يعني مع ان هو ستان باين ان هو ستان سهل، بس الستان ده لو الجانجلر بتاعهم كان موجود كان ممكن ياخد مني الترتل بالريتريبيوشن. وجي جي الجيم بدأ. الجيم ده مولع يا جماعه، الجيم ده احسن من الجيم اللي فات بصراحه. حاسس ان فيه فايتات وبتاع. يعني على الاقل التانك بيروم. التانك بتاع الجيم اللي فات بتاعهم ده كان ابيض، والتانك بتاعنا برضو الجيم ده ابيض. يعني حاسس ان فرانكو ما عملش هوك واحده لحد دلوقتي. اوكي انا عايز اطلع الماركس مان، عايز اطلع الماركس مان عشان الماركس مان هيتاخد كيل، وانا الماركس مان بتاع التيم بتاعي ما يتاخدش ايزي كيل. دي ميزه الجانجلر يا جماعه. الجانجلر لازم تبقى عينيه مركزه مع المابا كلها. اي لو اتش بي يا باشا انت عامل زي السنايبر. انت اي لو اتش بي بتشوفه على المابا لازم تجري عليه تروح تخطفه كيل. يعني انا دلوقتي شايف الماركس مان بتاع الانمي تيم فوق وانا معايا 7 ثواني عشان السكيلات بتاعتي والحق اروح اجيبها. فيا باشا اطلع دلوقتي واستخبى، واول ما الماركس مان تظهر على الماب اطلع اخطفها اهي، ونخطف الماركس مان بتاعت الانمي تيم وجي جي. انت جانجلر، انت اساسا انت بتخطف اي كل تشوفها بطريقك. يعني في فايت تحت حاول تاخد البفه بتاعتك وتنزل على الفايت بحيث ان الميد لينر والتانك يكونوا بداوا يدمجوا في التيم. انت مش شخص مطلوب منك ان انت تبدا الفايت، انت شخص مطلوب منك ان انت تجيب الكيلز بتاعت الفايت. انت مطلوب منك ان انت تفنش الفايت ده. الفايت ده ما يخلصش الا بيك زي كده، وتضرب بقى الستان للباف بتاعتك عادي. كده نطلع على البلو باف وبعدها على الترتل ونسكيور الترتل دي كمان. يا عيني روبي بيقابل مشاكل تحت بس مش هقدر انزل اساعده دلوقتي. الترتل بالنسبه للتيم فايت افضل بكتير. اوكي وفي الجانجلر بتاعهم في المحيط هنا. الجانجلر بتاعهم هنا، الجانجلر بتاعهم عند البفايه بتاعته. تفتكروا مين يكسب، انا ولا هو؟ بس ايزي، انت فاكر نفسك مين؟ ايزي. اوكي كمان التانك بتاعه وصل، بس هنلحق جي جي. خدنا الكلاية بالسكند سكيل وجي جي خلاص. التانك بتاعهم هرب، ونقدر دلوقتي بما ان قتلنا الجنجلر بتاعهم ناخد الترتل مرتاح. نقدر دلوقتي نديها فيرست كمان في ريتريبيوشن وجي جي. عملنا سكيور للترتل. ممكن ننزل بقى نساعد الاخ اللي في اللين اللي تحت وتحت ده عشان حاسس ان احنا سايبينه بقالنا كتير. اوكي انا لسه ما جبتش الايتمايه التانية ودي بالنسبه لي من اهم الايتمات. بس جي جي ممكن حاليا نصطاد سيلفانا ونطلع من سيلفانا على الجورد وجي جي. عملنا سكيور للاتنين والدبل كيل. وزي ما قلت لكم انت كجانجلر عينك على الماب، انت شايف فيه فري كيل زي كده يا باشا ما تسيبهاش، لازم تطلع تخطفها. هيقولوا عليك حرامي كيل، هيقولوا عليك يا باشا، يقولوا اللي يقولوه. انت مهمتك ان انت تجيب كيلز في الجيم، انت سفاح الجيم. محدش هيلومك لو كسبتوا الجيم وانت معاك كيلز كتيره، بس هيلوموك لو انت معاكش كيلز في الليت جيم بالنسبه للاساسن، لانك انت السفاح، لانك انت المفروض انت المين دامج. ايوه بس جي جي مش هتقدر تحوق معايا يا باشا. جي جي انت خلاص طلعت بره حسابات الجيم. تعال عليا تعال عليا تعال عليا، هات لي البيرليك وجي جي بيرليك. برضك انت يا بيرليك خرجت بره حسابات الجيم. وحاليا نبدا نجيب في سلاح السكاي. اوكي ما لحقناش نسرق الكل دي، بس جي جي ايزي يا شباب. الجيم مولع المره دي
وفي الترتل التالتة هتصحى كمان 9 ثواني، كمان ثانيتين. اوكي تعالى قدم عليا، و هنسيب الفيرست عشان اوكي هرب ودي حاجة غريبة. هو رايح فين يا باشا؟ اثبت بقى. خد الفيرست سكيل. الفيرست سكيل راحت للتانك بتاعهم، وحاليا خلاص طالما قتلنا الجانجلر زي ما بقول لكم كل مره نقدر ناخد الترتل واحنا مرتاحين، لان احنا ضامنين ان محدش هيجي يسرقها مننا بالريتريبيوشن بتاعته. ومش معنى ان انت مفايد معناها ان انت تطمن وتسيب الريتريبيوشن. الريتريبيوشن يا جماعه ملهاش كبير. الريتريبيوشن ممكن في ثانيه تقلب لك موازين الفايت. وجي جي خدنا الجورد كيل، وبنحاول نسبلت على التاورز. الجيم ده بنسبة كبيرة برضو هيخلص في خلال 9 دقايق ونص زي الجيم اللي فات. فكرة ان انا الجانجلر فانا مش المتحكم الاساسي في وقت الجيم. طبعا الجانجلر بيفرق جامد في الجيم، بس هو مش المتحكم الاساسي. المتحكم الاساسي في الجيم يا جماعة هو الماركس مان. الماركس مان هو اللي بايده ان هو يبدأ الجيم وينهي الجيم بسرعة. بس احنا ممكن نخطف ناس زي كده. خطفناهم بالسكند سكيل، وبنحاول نسبلت على التاور ونحاول نخطف الجانجلر بتاعهم. اوكي ميليسا طبعا اهم من الجانجلر دلوقتي. دي بالنسبه لي الماركس مان لو فايد يا جماعه فهو بيبقى المين دامج في الجيم، فما ينفعش تسيب الماركس مان حر طليق كده. جي جي وخدنا الباف. ممكن نسبلت ونقدر ناخد الجيم. اوكي في جورد ايزي كيل. زي ما قلت لكم الجانجلر بالنسبه له الكيلز دي اهم حاجه. المهم ان انت تكون مفيد ومجمع اكس بي وجولد عن التيم اللي قصادك. يعني زي ما انتم شايفين انا ليفل 14 والتيم اللي قصادي ليفل 9، وده طبعا فرق كبير جدا بالنسبه لنا في الجولد. يعني احنا حاليا مفيدين عن التيم اللي قصادنا ب 13000 جولد، وده يعتبر كارد مش فرق جيم. يعني ده مش فرق جولد ان جيم، ده فرق كارد. وجي جي للماركس مان. حاول مرة أخرى، وجي جي للفايتر. أنا مفيد عليه جامد فجي جي مش هيقدر يدمجني. نحاول نسكيور اللورد وليتس جو. والريتريبيوشن الجميل، وجي جي خدنا البوف. وجي جي الجانجلر بتاعهم ايزي كيل. ونحاول ناخد بيرليك كمان. اوكي نايس هوك من فرانكو وخدنا بيرليك. وفي كمان انا شايف ميد لينر غلبان هنا في اللين، نديله سكند فيرست في ستان عشان نستن. وجي جي الكل اتاخدت. نحاول نطلع نسبلت فوق والسكند فيرست. والجي جي خدنا هم شويه المينيونز دول وجمعنا الفول بيلد بتاعنا، وكده احنا قادرين ان احنا ندخل نفنش الجيم ده واحنا مرتاحين ونديله الكومبو بتاع الدامج. ومسحنا الجانجلر من على الجيم. وجي جي تم الاستيلاء على البيز، ويخلص معانا السكند جيم بالام في بي والنجمتين اللي هيطلعونا لحد الماستر 3. المرة دي هنبدأ بالريد باف بسبب ان الترتل هي اللي على الشمال، فهنبدأ بالريد باف ونبدأ عشان نحاول نسكيور الترتل في اول الجيم. طبعا احنا بنفتح الفيرست سكيل عشان دي سكيل الدمج الخاص بينا. اوكي في جانج بيحصل على الماركس مان تحت وكده، لازم ننزل نديله سبورت في اول الجيم. وليتس جو نحاول ننزل نسبورت الماركس مان والسبورت الخاص بينا انجيلا. بننزل لهم، بس طبعا الفايت هيبقى صعب وفي وجود تانك زي بيرليك وكمان الميج وصل لهم، فالفايت كده هتبقى صعبة جدا. بس لو خدنا كل في الفايت هتبقى مصلحة لينا كبيرة عشان هنفتح السكند سكيل ونقدر. اوكي كنت عايز اجيب دبل كيل بس الميج بتاعهم طلع معاه فليم شوت.
ليتس جو. ممكن نبدأ ناخد البلو باف بتاعت الانمي تيم، ودي هتبقى مخاطرة قوية جدا، بس نو ريسك نو فن. اوكي التانك بتاعهم هنا، التانك بتاعهم واقف لي بالمرصاد. اوكي نايس تانك، بس جي جي برضك هاخد منك الباف. اوكي خد مني الباف، خد مني الباف بسبب الستان اللي كنت بقول لكم عليه في اول جيم. الستان ده كفيل ان هو يسحب من تحت ايدك الترتل او اي باف ممكن تاخده. فجي جي هارد لك في البلو باف اللي فاتت. كنت عايز اضرب السكند سكيل قبل ما اخد الستان، بس للاسف كان التايمنج معايا مش قوي. ليتس جو نحاول ناخد الترتل دلوقتي قبل ما اوكي معاهم جانجلر ومركز. الجانجلر واخد الكرومبا، واللي مش فاهم التنين ده انا بقول عليه كرومبا ليه، عشان ده شكله في الجيم العادي شبه الكرومبا، بس طبعا المود بتاع الديناصورات مغير شكله، فانا ما اعرفلوش اسم غير الكرومبا. طبعا هيبقى صعب جدا ان انا فايت ساموس دلوقتي، بالذات ان احنا لسه في اول الجيم وانا مش جايب كيلز. بس طبعا لو بدنج قدر ان هو يدمج ساموس جامد، ممكن احاول ان انا اسند معاه في الفايت. طبعا هنحاول نشوف دامجنا عليه قد ايه. اوكي لا عندنا دامج عالي عليه في اول الجيم، وده حاجه غريبه جدا عشان ساموس الطبيعي ان انا ما يبقاش عليا ليه دامج، بس هي الفكره برضو ان انت بتتكلم في ان انت بتلعب فلو ايلو. الشباب اللي هنا الامبلمز بتاعتهم الليفل بتاعها ضعيف، فما همش امبلمز. وزي ما قلت لكم في اول فيديو، الامبلمز من اهم الحاجات اللي بتديك اولويه في الايرلي جيم. فعشان كده كل ما يبقى معاك ان انت تطور الامبلمز ما تترددش ولو لثانيه، عشان تقدر تطور الامبلمز الخاصه بالايجنت بتاعتك. جي جي خدنا دبل كيل على الشخصيه دي، خدنا 2 فري كيلز. اوكي الجانجلر بتاعهم واخد الريد باف بتاعته، وفي جنج بيحصل تحت في البوت لين. هحاول ان انا افتح التاور مع الميج بحيث ان احنا نكون سيطرنا على التاور بتاع التوب لين والميد لين كمان. اضرب معايا يا فنان هنلحق نشيل التاور. وجي جي خدنا التو تاورز، بس في جنج بيحصل تحت في البوت لين محتاجين ننزل له ضروري. نحاول ناخد البفات بتاعتنا بسرعة عشان نقدر نديفنس تحت. في طبعا تيرتل قدامها 10 ثواني وتكون موجودة في الجيم، فمحتاجين ننزل نكلير تحت بسرعة غير طبيعية. ممكن اسكلير بالسكند سكيل عشان اقرب من الفايت. اوكي انا اللي خدت الكيل، ودي غريبة جدا مش عارف انا خدتها ازاي، بس جي جي خدنا دبل كيل. ممكن نحاول ناخد التريبل، بس للأسف اتشانج نزل تحت التاور. ونحاول نسكيور الترتل بسرعة. طبعا احنا قاتلين الجانجلر، وزي ما قلت لكم قتل الجانجلر بيوفر علينا وقت كبير جدا في الترتل وخوف وقلق. جي جي بناخد الترتل بالريتريبيوشن بكل سهولة طالما الجانجلر ميت. نحاول نخطف ده كمان كيل. تعالى عشان انت بتسرق مني البلو باف. جي جي انجيلا خد الكيل. اوكي الجانجلر بتاعهم بيحاول يجانجل هنا. اوكي هو راح فين؟ هو ساب الباف ليه؟ بس جي جي احنا خدنا الباف بتاعته، وممكن ناخده هو كمان فري كيل لو هو حابب. ممكن نحاول نخش فيهم سكند سكيل بس هيبقى صعب. اوكي لا 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 ما ينفعش ندخل فيهم السكند سكيل، السبب ان احنا هنكون تحت التاور والسايبر مع الالت اكيد. هناخد فري، هنديهم فري كيل علينا بشات داون سيء جدا، يعني هنديهم شويه جولد بطريقه مرعبه. فالافضل ان احنا ما نخاطرش. في جنج بيحصل في التوب لين بس الميج بتاعنا بيطلع، وفي جنج بيحصل في البوت لين على ليزلي، بس في طبعا احنا شايفين في فري كيل في الميد لين. وجي جي تشانج فري كيل. وحاليا ليزلي بيعاني قصاد بيرليك، محتاجين التيم كله ينزل له، بس جي جي بيرليك هيودع هو كمان الملاعب بسبب ان احنا هندخل عليه بالفيرست سكيل. في التيرتل التالتة خلاص قربت تسبون، قدامها دي وقت، قدامها 28 ثانية على ما الثيرد تيرتل تتعمل لها سبون. يا رب الحق اضرب السكيل. اوكي ضربنا السكيل وخدنا الدامج من بعيد. 10 ثواني والتيرتل تسبون، بس في 2 فري كيلز فوق نحاول نطلع ناخدهم.
نحاول نطلع نخطف الفري كيلز بتاعتنا. ادي اول كيل. اوكي ما عرفناش ناخدها بسبب ان احنا معناش سكاي. نجيب سكاي يا باشا عشان نقدر ان احنا نجيب الكيلز بطريقه اسهل بكتير. اوكي في تشانج هنا فري كيل وجي جي تشانج. اوكي تشانج ضرب السكند سكيل عشان يحاول يهرب. بين سكيور التيرتل والجانجلر بتاعهم عايش. لازم نحاول ان احنا نجنج الجانجلر بسرعه. اوكي خدنا الريتريبيوشن بتاعي كان اسرع من الريتريبيوشن بتاع الجانجلر، وخدنا التيرتل وخدنا عليها دبل كيل كمان يا جماعه. وزي ما قلت لكم البطل جوليان من افضل الشخصيات اللي انت ممكن تلعب بيها وتحترفها بسهوله تامه. وشخصيه يا جماعه بالنسبه لي من شخصيات الميتا، شخصيه مش سهل ان انت تقدر تقتلها. شخصيه بيقف قدام التانكات والفايترز والماركسمان والميس والجانجلر اللي قصاده وبيقول لهم انا هنا اهو تعالوا. عنده سكيلات تخليه يقدر يفايت حتى لو انت هاي اتش بي. عنده سكيلات تخليك تستن، وعنده سكيلات تخليك تهرب في الفايت. فبالنسبه لي هو شخصيه متكامله، شخصيه مش ناقصها اي حاجه، وده اللي مطلوب لاسيسن سفاح. مفروض ان انت كل مهمتك في الجيم هي ان انت تقدر تخش الفايت وتجيب الكيلز وتخرج. في جانج بيحصل هنا وعيني على الماب، عيني دايما على الماب يا جماعه. في لوت اوف كيلز هنا في اللقطه دي، بس ممكن ان احنا نحاول نخسر اللقطه دي، بس جي جي ما عرفوش ان هم يدمجونا. بصوا بقى المفاجاه، احنا هنخش فيهم بس هنخش بالسيرت في الفيرست. بنحاول نقرب عليهم ونديهم. اوكي هربوا. كنت عايز اديهم السكند سكيل بحيث ان انا اضمن التو كيلز، بس هم طلعوا واعيين شويه وهربوا من جوليان. في واحد بيسبليت بوش تحت، لازم نشوف له حل. في واحد بيحاول يند الجيم. طبعا بيرليك ده ولا سنك ولا مهاراتك يا بيرليك ان انت تحاول ان انت تاند الجيم. وجي جي بيرليك فري كيل. بيرليك مش مقتنع ان هو تانك، المفروض ان هو يكون مع التيم فايت، كان سايب التيم فايت فوق وبيحاول يسبليت تحت. طبعا السبليت بوشنج حاجه حلوه، وان انت تحاول تسبليت بوشنج فانت بتدي ادفانتج للتيم بتاعك. بس طبعا الكلام ده لو انت الفايتر الميج الماركس مان الجانجلر، بس مش التانك. التانك شخصيه اساسيه لازم تكون موجوده في قلب التيم فايت. وجي جي خدنا اللورد. زي ما قلت لكم يا جدعان الريتريبيوشن ممكن يخونك. الريتريبيوشن حاليا خني وراح على الجانجلر، بما ان الجانجلر كان لو اتش بي اكتر من اللورد. بس جي جي قتلنا الجانجلر واخدنا كمان 3 كيل. اخدنا تريبل كيل يا جماعه. اوكي في كمان كيل زياده والمانياك وجي جي. انا ممكن اخطف لكم دلوقتي الجانجلر بتاعهم من تحت اللين بتاعه. اوكي جي جي دمجنا تشانج وضيعنا الالت بتاعها. نايس. اوكي هنبي استنني. هنبي بيحاول ان هو يكاونتر الجيم، بس على مين يا جماعه؟ على مين؟ انا جوليان واقف لهم بالمرصاد. اوكي بيحاولوا ان هم يفنشوني، بس جي جي عملت اند للجيم بالسبليت على المين تاور. والجي جي اخدنا 3 نجوم، واللي اهلنا ان احنا نطلع للرانك الماستر 3 4 نجوم. وبدأنا الرابع الجيم بفيرست بلاد للتانك بتاعنا، ودي حاجة غريبة جدا ان التانك هو اللي يجيب الفيرست بلاد في اول 30 ثانية في الجيم. طبعا انا خدت البلو باف وهطلع ان انا احاول اجنج الماركس مان اللي هو اللو اتش بي اللي ظاهر قدامي. طبعا انا بالنسبة لي ماركس مان لو اتش بي معناها فري كيل. هنحاول ان احنا نسكيور الماركس مان، وجي جي خدنا كل على الماركس مان، وهناخد كل التانك وخدنا دبل كيل في اول دقيقة في المباراة. ونحاول ناخد البفات بقى ونكمل عشان نحاول ننزل للترتل. طبعا قصادنا فايتر زيلونج، وزيلونج مفروض ما يعملش تهديد لروبي في الالي جيم. قصادنا جانجلر امون وبيحاول ياخد البفات بتاعته،
وعلى الاغلب هيحاول ينزل لنا تحت في اللين، ونحاول ان احنا نجانج الاثنين. هل هنقدر نجانج الاثنين؟ لا مش هنقدر. نحاول ان احنا نضرب الريتريبيوشن ونرجع، بحيث ان احنا ما نضيعش الفارم بتاعنا والجولد اللي احنا مجمعينه في اول الجيم، بالذات ان احنا جايبين 2 كيلز في اول الجيم. فدي حاجة تخلينا واخدين ادفانتج كبير جدا على الجنجر اللي قصادنا. نحاول ان احنا نركز عشان احنا الريتريبيوشن قدامها لسه 13 ثانية، مع ان الترتل قدامه 5 ثواني بسبب ان احنا ضربنا الريتريبيوشن عشان نهرب في الفايت اللي فات. اوكي ممكن نحاول ناخد شوية الهيل اللي هنا دول. اوكي روبي بيتهور، ودي مش حاجة كويسة جدا بسبب ان الجنجلر بتاعهم المفروض ان هو في المحيط. تعالوا نحاول نخطف زيلونج فري كيل. هل روبي هيقدر يستدرج زيلونج بحيث ان زيلونج يجي فري كيل؟ زيلونج ما جاش. ونكمل الروتيبيوشن حاليا معانا، ومعانا روبي وفيل بيساعدونا ان احنا نسكيور التيرتل. اوكي زيلونج جه، بس على مين؟ زيلونج جه القضاء، ونحاول ناخد زيلونج كيل. وجي خدنا الزيلونج كيل، ونقدر ان احنا نضرب حاليا هيل ونحاول نخطف. اوكي بيرليك مش سايب لنا فرصة، بس على مين؟ انا جوليان، ما عندي سكيلات هروب وعندي سكيلات ديفنس اقدر استعملها في الاوقات الحرجة اللي زي كده. لحد دلوقتي الوضع هادي على الماب جدا. اوكي بيرليك ما سابنيش اكمل الجمله وطلع يجانج الماركس مان. طبعا هناخد البفايه ونحاول نطلع نجيب بوك في كيل هو كمان. اوكي هو حاليا هو ايزي فري كيل، لو نقدر نجيب الكيل، لو نقدر نجيب الكيل وجبنا الكيل. وحاليا قدامنا ماركس مان هنبي، لو فرانكو يقدر بس ان هو يشد يعمل لها هوك، وحتى لو ما عملهاش هوك فايزي كيل بالنسبه لنا. اوكي امون بيحاول ان هو يجيب علينا الكيل، بس على مين يا صاحبي؟ ده انا جوليان، وجبنا عليه الكيل في 1 فري كيل في الميد لين. بس هناخدها ازاي يا ترى الفري كيل دي؟ هناخدها بالستان، وهنحاول ناخد ده فري كيل، ومحضرين السكند سكيل بحيث ان احنا لو جالنا اي كلايه تانية. ما جالناش اي كلايه تانية، بس في جوليان هنا على الاغلب هيعوز ياخد الباف بتاعته. بس على مين؟ خدنا منه الباف، وممكن ناخده هو شخصيا الفري كيل. جي جوليان. نانا بتحاول تجري ورانا، بس على مين يا نانا؟ هناخدك انت كمان ايزي فري كيل. خدنا دبل كيل على امون ونانا، وممكن نحاول ناخد الكيل اللي على زيلونج كمان. من زيلونج مشغول بالفايت هنا ومش هيلحق يهرب، فجي كيل زيلونج. ونحاول بقى نطلع للتيرتل. في بيرليك كيل ممكن ناخدها قبل ما نحاول ان احنا ناخد التيرتل، وجي بيرليك. وفي كمان هنبي دبل كيل مرتاح، وبعدين ناخد التيرتل بكل راحة، مع ان احنا الجنجر اللي وصلنا واللي هو بالمناسبة امون لسه عايش. اوكي امون جاي، امون ضرب على الالتيميت. اوكي ستان مش محتسب. اوكي عرفنا ناخد الكل بمساعدة فيل. شكرا يا فيل على ان انت قدرت تسكيور التيرتل. اوكي نحاول اوكي هو انا ايه اللي رجعني لورا؟ انا مفهمتش انا رجعت ورا ازاي، بس جي كنت عايز ان انا احاول اخطف امون فري كيل، بس امون كان واقف ورا فما قدرناش ان احنا نجيبه فري كيل. اوكي خدنا الباف منه، وده للاسف هيعطله جامد. وكمان فيل عرف يعمل له اخضاع بان هو قتله، اداله شات داون. في فري كيل بتفايت ليلى فوق. ابعد يا فيل عن الكيل، الكيل دي تخصني انا يا فيل. اوكي ولا انا ولا فيل. ليلى حلف لا ياخد الكلايه بتاعته، وجي عرف ان هو فعلا يسيطر على كلايته. وفي امون هنا، تعالى بقى يا امون. اوكي تعالى خد الستان. امون ليه فتره بيقدر يختفي فيها، فلو ادينا له الستان مش هيقدر يتحرك. مش هنقدر نفايته طول ما هو مختفي، بس هنقدر ان احنا نزعله بالستان ده، وناخد منه الريد باف كمان بتاعته، ونكون كده خدنا الريد والبلو باف الخاصين بيه. وخدناها وضربنا الريتريبيوشن، وجي نقدر ان احنا نضمن ان احنا ناخد التاور الميد لين التاني. في جانج بيحصل تحت، وجانج شديد جدا بيحصل في البوت لين. هل نقدر ان احنا ننزل ونسبورت التيم بتاعنا؟ فيل وصل، فيل وروبي يقدروا ان هم يجيبوا التريبل كيل دول ايزي، بس للاسف روبي بيودع الملاعب.
ومعاه كمان فيل. لولا ان انا لحقت فيل كان زمان فيل مودع الملاعب. اوكي فيل اتاخد كل من نانا. اوكي الترتل جنبنا، ممكن نسكيور الترتل التالتة عشان نضمن ان احنا ما ضيعناش اي ترتل من التلاتة. وطبعا فرق الجولد ان احنا بناخد الترتل مساعدنا ان احنا حاليا تقريبا 9000 فرق جولد، وده رقم كبير جدا. وليلى جه سرق مننا الترتل بالفيرست. بس جي جي يعني مش فارق لنا كتير بالنسبه للجولد، بحيث ان احنا برضو في الجولد والاكس بي معديين جامد التيم اللي قصادنا، بحيث ان هم ليفل 7 و8 واحنا ليفل 12، وده فرق كبير جدا ويسهل علينا الجيم جدا 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 كمان. ويلا على فايت شديد جدا، وعلى الاغلب هيكون من افضل الفايتات اللي حصلت في الجيم ده، وهو الفيرست كيل، السكند كيل. ونحاول ان احنا نجنج على على الميد لين، وشويه ريكول كده عشان نستفز اللي جوه. اوكي امون 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 وجي جي. كنت عايز ان انا اسكيور امون بس ما قدرناش، والتاورز عملوا لنا دامج عالي جدا وما كانش في الاحتساب، بس برضه خدنا كلاية زيلونج وادتنا شويه جولد كويسين. نحاول ان احنا ناخد الريد باف قبل ما نشتبك في التيم فايت ده، عشان بحيث ان احنا نكون جمعنا شويه جولد. طبعا يا جماعه الجولد بيفرق جدا جوه الفايت، ما تفتكرش ان عشان انت مفايت فانت مش محتاج جولد اكتر، لا انت محتاج كل جولد. لو في 100 جولد قدامك خدها يا باشا، هتفرق معاك في التيم فايت. اوكي اوكي انا عايز اخش اجيب امون من وسطهم. اوكي زيلونج وادي امون. السكيل ما جاتش في امون، لو كانت جت في امون كانت عملت له توب تي وكانت سهلت علينا ان احنا نقدر نجيبه كيل. اوكي اوكي نقدر نسبلت. اوكي 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 التاور جابنا كيل، وده اللي بقول لكم عليه، ما نطمعش في الكيلز يا جماعه. تريبل كيل اتاخد على التيم بتاعي، واللي خدوا شات داون روبي. بيرليك كان جايب تريبل كيل وكان مسيطر على الجيم وكان مهيمن. لحد دلوقتي التيم اللي وصلنا جايب 8 كيلز، منهم 6 كيلز و2 اسيست لبيرليك. يعني بيرليك هو اللي ساند التيم اللي قصادنا. لولا بيرليك كان زمان التيم اللي قصادنا مودع من بدري. بس خلاص خلاص جي جي. بس جي جي امون، جي جي ماركس مان، جي جي تانك. اوكي نايس كيل، كانوا هياخدوها عليا بس جي جي يا جماعه. الجيم اندد، الجيم اندد بفايت واحده بس، وفرمنا وجمعنا شويه هيل محترمين نقدر ان احنا نسكيور بيهم امون، ونقدر ان احنا نجيب بيهم الجيم. خدنا امون الكيل وخدنا كمان زيلونج كيل. مستنيين ويفه واحده بس عشان نقدر ان احنا ناتاك البيز في ويفة التوب لين، ودي هتسهل علينا لو اخدناها ان احنا نجيب الجيم ونلحق. اوكي ليلى كان السلاح بتاعها اعلى مننا بكتير، بس في الاول وفي الاخر جي جي خدنا الجيم ايزي. وكده في 4 ايام بس نكون طلعنا من ماستر اي في لماستر 2 نجمتين، ونكون كده خلصنا فيديو النهارده. فاتمنى منكم الدعم، والسلام يا اخواتي.